مساء الخير. الأسود لا يعرفون سوى لغة الزئير، وبجدارة واستحقاق تجدد الموعد المغربي في ربع نهائي المونديال. ثلاثية مدوية في شباك كندا أطلقت العنان الأفراح، والآن بدأ الحديث عن نهائي مبكر ومواجهة كاسرة أمام ديوك فرنسا في دور الثمانية. سعدني في هذه الأثناء كذلك أن أرحب بضيفي في الاستوديو الكابتن حسن الجسمي. مساء الخير ونرحب بك في حلقة جديدة. أهلا وسهلا، نرحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين. سعيد جدا بالظهور مع الأستاذ علي القرني، ومبارك له بالفوز. أمس شعرت أني مغربي أكثر من المغاربة كلنا. في هناك قفزة كانت نعم. في بعد الهدف الثاني كانت قفزة لو نحسبها على قفزات كريستيانو رونالدو أتوقع أني أنا تعديت هذه المرحلة. زين الحمد لله ما يدك إصابة أهم شيء. لذلك هي يعني فرحة مع المغاربة أكثر من المغاربة أنفسهم. أكيد. كابتن علي، أستاذ علي، نرحب بكم. مبروكين. مبروك علينا كلنا، وكيف بنقول في المغرب مبروك علينا هذه البداية، وما زال إن شاء الله تتواصل التبريكات إن شاء الله وتتواصل المسيرة إن شاء الله. نرحب كذلك بالكابتن سفيان العلودي اللي ينضم لنا هذه المرة من الدار البيضاء. تعودنا نشوفك من باريس يمكن في الحلقات الماضية سفيان، لكن هالمرة من المكان الصح. نرحب بك وسعداء بتواجدك معنا ومبروكين. تحياتي لك أخي محمود، شكرا لك، وتحياتي الله يبارك فيك. مبروكين عليكم بعد أنتم، لأن كابتن محمود. تحياتي للأستاذ علي القرني وأخوي كابتن حسن الجسمي. فكلامي راح يكون موجه أكثر للكابتن حسن الجسمي. ما عندنا ولا شك، إحنا كمغاربة حبكم لينا مثل ما حبنا ليكم هو لا مشروط. فيعني إحنا ما عندنا شك إن فرحكم لفرحنا بيكون أكثر من فرحنا، وهذا مو غريب على عيال زايد حبيبي. الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. أكيد هذا الشعور النابع من القلب من لكل من يتواجد في الإمارات والوطن العربي بشكل عام، وتشجيع المنتخب المغربي عاطفيا ومنطقيا كذلك بما يقدمه المنتخب المغربي في المونديال. حوارنا بيستمر مع كل ضيوفنا سواء في الاستوديو أو مع الكابتن سفيان، ولكن دعونا نذكركم مشاهدينا الكرام بأن كما كان منتظرا المغرب تجدد الوعد بين الثمانية الكبار، وتؤكد أنها باتت عنوانا ثابتا في كرة القدم العالمية بعد أن تمكن أسود الأطلس من زيارة الشباك الكندية في 3 مناسبات، معلنين أنهم أول أطراف الصراع في الدور ربع النهائي. مهمة قادمة كذلك ستكون الأصعب والأهم في مسيرة هذا المنتخب عندما تضرب المغرب موعدا مع المنتخب الفرنسي في ليلة الخميس القادمة، وهي منتظرة بكل تأكيد. هنا أيضا هنأ أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله منتخب المغرب بالتأهل لربع النهائي في كأس العالم، وقال سموه عبر منصة إكس: ألف مبروك لأسود الأطلس فوزهم اليوم، ألف مبروك التأهل لربع النهائي في كأس العالم، أداء قوي وروح قتالية نفرح ونفخر به. وأضاف سموه: مبروك لشعب المغرب الشقيق ولأخي جلالة الملك محمد السادس، وكل الدعوات بالتوفيق في مبارياتهم القادمة. انتصار جديد مشاهدينا الكرام للمغرب التي باتت في كل جولة مونديالية تسطر رقما جديدا على صعيد القارة السمراء. ليلة سعيدة عاشها المحبون في العاصمة الرباط وباقي المدن المغربية. نتابع مع مراسلنا يوسف الحديوي هذا التقرير. هكذا كانت أجواء ملعب مولاي الحسن بالرباط، حماس واحتفالية قبل وأثناء وبعد المباراة. حرارة الطقس لم تمنع المشجعين من التوافد إلى الملعب الذي امتلأ عن آخره ليتحول إلى لوحة غلب عليها اللون الأحمر، والتفاؤل كان هو العنوان الأبرز قبل بداية هذه المواجهة. الاجواء بانها حماسيه، وبانه ما جيناش حنا غير بوحدنا، جينا حنا والعائلات ديالنا، وجينا حنا والصحاب ديالنا،
في الملعب هنايا باش ان شاء الله نفرحوا جميع بهذا التاهل التاريخي ان شاء الله لدور ربع النهائي مره اخرى ان شاء الله. واخا ما كاينش حنا في الميريكان ولكن حتى هنا في المغرب ناشطين ضاحكين، ونتمنوا ان شاء الله اليوم المقابله تدوز بالرباح ان شاء الله يا ربي. ستريس كاين ولكن ان شاء الله الدراري مربوحه ان شاء الله ديما مغرب. الله نربحوا هنا طبعا نربحوا هنا 2-1. مقابلة تكون شويه صعيبه ماشي بزاف. 2-1 ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله. غير ماركي حكيمي وهذاك سميتو الصابيري صافي متفائلين. 2-0. مع صافرة البداية ارتفع الأدرينالين وحبست الأنفاس قبل أن تشتعل المدرجات مع أهداف الأسود لتصدح بالهتاف والتشجيع لتنتهي مباراة لم تكن بالسهلة على إيقاع الاحتفالات والفرحة بتأهل تاريخي لربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. فرحانين وماش غادي نعبر ولكن فرحانين. الفرحه اللي كبيره بزاف صراحه. كان ماتش اللي صعيب. كنشكروا الكوتش وبي اللي صراحه كيقرا الخصوم مزيان. كان الشوط الاول كان بنا ضعاف لكن الشوط الثاني كانت واحد القراءه اللي جيده. حققنا مفتاح من هذه المباراه هذه وهو تاهل الدور القادم. واخا بنا شويه ضعف في الميطه الاولى كان شويه تدارك في الميطه الثانيه وتحسن الاداء نوعا ما وتمكنا من تسجيل 3 ديال الاهداف اللي سرحوا لنا الطريق للدور الربع ان شاء الله. والمنتخب حنا فخورين بكم وشكرا على هذه الفرحه اللي حنا فرحانين. الحمد لله داز الماتش مزيان صراحه. فرحونا المنتخب. عرفوا يجيروا الماتش. رباح مهم ان شاء الله. عرس كروي كان يستاهلوا هاد البلاصه اللي وصلوا لها في كاس العالم على وداش لعبوا. وكتحس بروح الوطنيه، كتحس بالدم المغربي كيجري في عروقهم، وكتحس بهم ماشي غير كيلعبوا ماتش عادي، كيلعبوا لرايه الوطن، كيلعبوا بروح الله الوطن المالي. هي ليله كرويه جديده مليئه بالافراح لشعب وجمهور متيم بكره القدم متاملا مواصله هذه الفرحه الى ابعد الحدود. تحيه للمدرب. التكتيك زوين. المنتخب كان تبارك الله عليه رائع. زيدوا لقدام تبارك الله عليكم. تحيه للمنتخب الوطني كاملين. الافراح متواصله ومستحقه لشعب يعشق ويتنفس كره القدم بعد اداء اسطوري لاسود الاطلس وتاهل تاريخي لربع نهائي كاس العالم بعد الفوز على كندا بثلاثيه نظيفه. اكيد الحلم متواصل والموعد مباراه ربع النهائي المقبله. من العاصمة الرباط لأبو ظبي الرياضية يوسف الحداوي. كل الشكر للزميل العزيز يوسف الحداوي لنقل هذه الأجواء الجميلة من العاصمة المغربية الرباط. طبعا هذه الأجواء كانت حاضرة في كل أرجاء المغرب وانعكست في كل أرجاء المغرب، وكل محبي وعشاق المنتخب المغربي والوطن العربي اللي شجعوا المغرب في هذه المباراة. كابتن علي، أكيد فرحة كبيرة، استمرارية بالنسبة للمنتخب المغربي. كيف توصف لي مبدئيا شعورك قبل لا ندخل في تفاصيل أكثر عن هذه المباراة وهذا الصعود، شعورك بالتواجد مرة أخرى للمرة الثانية على التوالي في ربع النهائي من مونديال إلى مونديال آخر؟ وهو اولا انا بالنسبه لي هذا ليس تاهل لربع النهائي، اعتقد بانه تاهل لنصف النهائي، لانه لو اخذنا عدد المباريات في النسخه الماضيه التي توصلك لنصف النهائي كانت 5 مباريات. الان احنا لعبنا 5 مباريات وتاهلنا فقط لانه زياده عدد المنتخبات في النسخه هذه جعلت الرحله اطول. فاعتقد بانه احنا اصلا وصلنا الى ما حققناه في النسخه الماضيه. المباراه امس بالنسبه لي انا كانت افضل مباراه قدمها المغرب في هذه البطوله رغم المعاناة في الشوط الأول، لكن إجمالا لو تشوفها من زاوية أخرى المباراة كانت أفضل، لأنه مثل هذه المباريات هي التي تبرز شخصيات اللاعبين، شخصيات الفريق البطل، هي التي تميز بين المنتخب المتواضع والمنتخب الجيد. لأنه شفنا ردة فعل بتاعت اللاعبين. أنا كنت بصراحة كانت هنا أعصاب مع بداية المباراة، لكن مع مرور الدقائق كان ارتياح، لأنه كنا عارفين لو نقدر نوصل لنهاية الشوط الأول بدون تلقي أي هدف. عندنا واحد من أفضل المدربين
قراءه للمباريات في هذه البطوله اللي هو محمد وهبي، فكنا على يقين بانه حيغير. لن يكون هناك ارتباك، لن يكون هناك تغيير في الخطه، فقط بعد التعديلات على التشكيل وعلى طريقه اللعب، واننا سنفوز بالمباراه. فاعتقد بانه كانت مباراه متكامله، مباراه جيده. الان المغرب اثبت بانه من المرشحين للتنافس على اللقب. وهذا هو انطباعي الاول للمباراه. الشيء الجيد كابتن حسن ان بعد شوط اول، الشوط بشكل عام اعطانا ايحاء ان المغرب يمكن في مباراة من أقل مبارياته في المونديال شفنا ردة فعل مختلفة في الشوط الثاني، ومنتخب آخر اللي نحن نعرفه أصلا. ويعني صحيح أقل مباريات، لكن خلنا نروح يعني في التفاصيل. ليش أقل مباريات؟ لو رحت شفت في أكثر المنتخبات قطعا المسافة منذ بداية البطولة حتى دور 16 أو 32 تشاهد المنتخب المغربي هو الأكثر. إذا كان السبب الأول الخفي هو أن أنا قطعت، بذلت كثير من الجهد، وبعد ذلك تأثرت مبدئيا في هذه المسألة. والدليل أن الصيبري لما خرج بإصابة عضلية. هذا لو رحت شفت أرقام البطولة تلقى هو من أكثر اللاعبين قطعا للإسبرنتات أو الركض السريع. فهذه اللي الظهور بهذا الشكل ليس لأن المنتخب المغربي كان في يوم سيء، لكن الظروف جعلته أن يكون في يوم سيء. بالإضافة إلى ذلك المنتخب الكندي لعب من أفضل المباريات اللي تلعب بطريقة أنك أنت كيف تضغط على الخصم، كيف تعزل أيوب بالعدي، كيف تخلي البناء بدل المنتخب المغربي مشكلة. هذه كلها راحت في الشوط الأول، أعطتني شعور أن لا، مباراة صعبة جدا. لكن بين الشوطين وانا احط يعني في فتره الاعلانات التجاريه كان عندي سؤال لنفسي، اختبار صعب جدا للمدرب اللي احبه من بدايه البطوله. انا قلت لكم مدربي في هذه البطوله محمد وهبي، لانه هو يعني انا انتمي لهذه المدرسه، ان انت كيف تكون مدرس بعد تصير مدرب بعدين ذلك تاتي الى كاس العالم تقول انا ساحقق كاس العالم. يعني مسيره مجنونه لو تشوفها. اختبار بالنسبه له، تعامل معه كيف مرابط دخل، وكيف سفيان رحيمي، وكيف التعامل مع المباراة، وكيف الصبر والثبات. لذلك هي تحس أنه تعامل مع الظروف الخارجة عن إرادته، تعامل مع الظروف اللي الخصم خلق له إياها، وطلع لنا بفكرة في الشوط الثاني أن نحن نقدر نفوز. في لحظة في المباراة أنا كنت أقول هو محمد وهبي في نفسه يقول أنتوا تلعبون مباراة تاريخية بالنسبة لكم لكندا، لكن نحن ترى أعلى، نحن ليفلنا اعلى، نحن ما بقول ما نشوفكم، لكن نحن عندنا الجوده اللي نقدر نفوز عليكم. شو الطريقه بنتفق عليها بعدين، لكن انا والطاقم اللي موجود معي يفكرون بهذه الطريقه. الشعور لما وصل للاعبين بهذه الطريقه مثل ما تفضل كابتن علي، 3-0 وعدينا. الان المرحله تاتي مع فرنسا لكل حادثة حديثة. بنتكلم أكثر عن فرنسا، لكن نشرك أيضا الكابتن سفيان العلودي معانا في هذا الحديث. هل تتفق كابتن سفيان بأن أبرز الأمور الإيجابية اللي حصلت بالأمس أن يمكن مو بلازم المنتخب المغربي يكون في أقصى عطاء له عشان يفوز؟ اليوم في ظروف صعبة ومعقدة مثل مباراة الأمس يقدر يفوز وبنتيجة كبيرة 3-0. ايه اكيد اخي محمود، هذا يدل على ان المنتخب المغربي اكتسب خبره اكبر على مستوى كاس العالم. الى لاحظتي ان المباراه امس ضد المنتخب الكندي، المنتخب المغربي اكثر خبره من المنتخب الكندي في كاس العالم. فكنظن ان المباراه امس خلصنا منها مجموعه من الاشياء الايجابيه، اهمها هو تواجد رجال اللي يقدروا يحملوا المنتخب الوطني في اصعب الظروف. يعني ملي يكون الفريق المنتخب الوطني ليس في يومه العادي او في يومه الطبيعي، كنوجدوا ياسين بونو اللي يقدر انه يخلينا داخل المباراه. جل الجماهير المغربيه كانت يوم امس، ومن بينهم كنظن الاستاذ علي القرني، فجل المحبين ديال المنتخب الوطني كنا نتمناو نهايه الشوط الاول، لان كنا عارفين التدخل ديال محمد وهبي غيصلح ما يمكن اصلاحه في المنتخب الوطني، خصوصا في الشوط الثاني، لان كنعرفوا قراءه ديال محمد وهبي للخصوم قبل من المنتخب الوطني. تاكيد لما قالوا الكابتن حسن الجسمي، فالمنتخب الوطني عانى نوعا ما في الشوط الاول بدنيا، لان المباراه اللي كانت ضد المنتخب الهولندي ما كانتش مباراه سهله، كانت مباراه يعني فيها جهد بدني كبير
اللي اثر نوعا ما في الشوط الاول على لاعبي المنتخب الوطني. تاخروا نوعا ما لغايه الشوط الثاني في الدخول للمباراه، فغياب لازم نتكلموا على لاعب اخي محمود هو شادي رياض، لان غياب ديال شادي رياض يوم امس عانينا في اخراج الكره من المنطقه الدفاعيه. الى لاحظتوا في المباراه يوم امس كل لاعبين خط الدفاع بما فيهم الظهيرين الايمن والايسر ولاعبين حلحال وعيسى ديوف، فهم كلهم يجيدون اللعب بالرجل اليمنى. يعني ملي نغيروا مكان الكره من الجهه اليمنى الى الجهه اليسرى، فكل اللاعبين كيلعبوا بالرجل اليمنى. هنا كيصعب على اللاعبين اخراج الكره بواحد الطريقه سلسه، وهذا اللي استغلوا المنتخب الكندي يوم امس. الى لاحظتوا حتى الضغط العالي كيقوموا به في الجهه اليسرى اكثر من الجهه اليمنى. ملي كنحولوا الكره على الجهه اليمنى كتكون علينا اسهل، كنقدروا نوصلوا، كنقدروا مع غياب الطراوه البدنيه اللي ما خلاتش ابراهيم دياز وبلال الخنوس انهم يدخلوا لعمق الملعب باش يستلموا الكره في اريحيه. هذا شكل علينا واحد الضغط كبير. زياده الكره الثانيه اللي عانينا منها، اللي كنا سباقين في المباريات الاربعه الاولى، كنا دائما سباقين للكره الثانيه. يوم امس فالمنتخب الكندي كان هو السباق للكره الثانيه، هو اللي كان سباق حتى الكرات الهوائيه كان نوعا ما تفوق علينا في الشوط الاول، وهذا اللي فطن ليه سي محمد وهبي بادخال سفيان مرابط، لان سفيان مرابط كلنا كنعرفوا الالتحامات البدنيه والقويه ديالو خصوصا في الكره الثانيه، دائما كنحصلوه متواجد في الكره الثانيه. رجوع العناوي في الشوط الثاني للاداء المعهود ديالو ساعدنا نوعا ما باش نسيطروا على المباراه، والهدف اللي جاء مع بدايه الشوط الاول سهل علينا نوعا ما المأموريه، خلانا نلعبوا المباراه والشوط الثاني باريحيه اكثر، قدرنا نسجلوا منها 3 أهداف. خلاصه القول اخي محمود اننا كسبنا منتخب اللي قادر يفوز وهو مسيطر على المباراه، كيف ما قادر يفوز وهو خارج المباراه ويقدر يرجع في المباراه. وفي المباراه ديال المنتخب الفرنسي غنتكلموا اكثر ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله اكيد بنتكلم عن المباراه المنتظره بين المغرب وفرنسا والحلول المتاحه بالنسبه للمنتخب المغربي لعبور هذا الاختبار الاصعب اكيد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكل الشكر للزميل العزيز سعيد المعمري اللي نقل لنا الاجواء من المركز التجاري في دبي، وهذه الفرحه المغربيه الكبيره والجميله اللي عشناها اكيد مع سعيد المعمري بعد انتصار المغرب بالامس. يعني بعد شوط اول صعب، حتى الجماهير اللي سعيد سوى معها لقاءات كانت واثقه علي من العوده بالنتيجه او الانتصار في هذه المباراه. الثقه كانت موجوده بين الجميع. الثقه موجوده بين الجميع، والثقه كانت موجوده حتى في اللاعبين. شفنا على الهدوء بتاع المدرب المنتخب المغربي. فقط في البدايه اريد ان اضيف فقط اضافه صغيره للعامل البدني اللي تكلمنا عليه. ما ننسى بان المنتخب الكندي كانت عنده يوم راحه اكثر من المنتخب المغربي، اضافه لطول المباراه اللي كانت مع المنتخب الهولندي. فالثقه، وانه كما قلت في البدايه كل مع مرور الدقائق كنا فقط ننتظر بأن ينتهي الشوط الأول بدون أن يتلقى المنتخب أي هدف. كلنا ثقة بأنه المنتخب المغربي سواء على الورق، الواقع، الحقائق، الأرقام كلها تقول بأنه المنتخب المغربي سيفوز بالمباراة. وكنا عارفين بأن المنتخب الكندي ما حيواصل على نفس النسق والنهج طيلة المباراة. فحتى كيف أشار الكابتن سفيان اللودي، كيف أشار حتى التعديلات اللي أجراها المنتخب المدرب محمد وهبي كانت تعديلات طفيفة، كانت فقط بدل ما نلعب على الأطراف، لأن المنتخب الكندي كانوا بيمارسوا ضغط على الأطراف، فقط بناء الهجمات من العمق ومن ثم التمرير إلى الوسط وبعد ذلك إلى الجهة اليمنى والجهة اليسرى، خصوصا الجهة اليمنى اللي شفنا من الأهداف الثلاثة، وكان منكم حتى هدف رابع نتاع الرأسية نتاع سفيان رحيمي. فالثقة موجودة، والآن هذه الثقة ولدها لنا المنتخب. صرنا احنا كمشجعين وتخيل درجه ممكن حتى تكون زايده على اللزوم، واثقين بانه ممكن يروح بعيد، ممكن يروح يفوز على اي منتخب. الوقت اللي تشوف فيه بان منتخب مثل منتخب هولندا في المره الماضيه هو اللي بيغير الخطه، لانه اصبح منتخب المغربي اصبح منتخب فعل وليس منتخب ردة فعل. احنا اللي بنفعل، احنا اللي بنعمل كل حاجه، والمنتخب الاخر هو اللي بيغير الخطط بتاعه. فصارت الثقه صارت كبيره عند الجمهور، صارت بانه ممكن حتى شفنا كل حاجه، حتى ممكن في الدقيقه الاخيره ممكن يدرك تعادل، الدقيقه الاخيره ممكن نفوز. فهذه الحاجات اللي كنا بنفتقدها في نسخ ماضيه في المونديال الان صارت كلها موجوده عند المنتخب المغربي. وبطبيعه الحال بيولد مثل الكره الثلجيه، بتولد الثقه عند الجمهور، والثقه عند الجمهور بترجع الثقه عند اللاعبين، وهكذا.
هذه اللقطات أيضا تأتينا من احتفالات الجماهير المغربية كذلك من مناطق مختلفة في كل أرجاء العالم بكل تأكيد. بالنسبة لهذا الانتصار، سفيان العلودي، المواجهة المنتظرة أمام فرنسا كيف تكلمني عنها؟ وشو هي الحلول بالنسبة للمنتخب المغربي لمواجهة المرشح الأول؟ إذا كان المغرب كذلك أحد أبرز المرشحين للبطولة، ففرنسا هو المرشح الأول لهذا اللقب. اكيد ان المنتخب الفرنسي منتخب قوي، منتخب يمتاز بلاعبين وبخط هجوم فتاك كيف تنقولوا. اكيد انه يمتاز بالصفوه ديال اللاعبين على مستوى العالم. منتخب قوي ما ابان عليه في دور المجموعات وحتى في الادوار دور 32 ودور 16، فهو بين على انه المرشح الاول. وهذا ما كيعنيش ان المنتخب الوطني راه منتخب سهل، ما ابان عنه المنتخب الوطني والخبره اللي صبحات عند المنتخب الوطني تخول له قارع اي منتخب. كنظن في وجهه نظر ديالي، وهذا غادي يكون يعتمد عليه بزاف محمد وهبي، هو حرمان المنتخب الفرنسي من الكره. الا حرمتي المنتخب الفرنسي من الكره فانت غادي تحد من الخطوره ديالو بواحد الشكل كبير. كنظن ان المعركه غتكون معركه وسط، الكل اشاد بالمستوى اللي ظهر به، ولكن كتبقى كره القدم 11 لاعب ضد 11 لاعب. كنظن ان الهاجس الوحيد والعقبه الوحيده اللي عند محمد وهبي في ظل الظهور الاخير ديال المنتخب الوطني هو العامل البدني، التخوف من الاصابات، من ارهاق اللاعبين. لحسن حظنا قدرنا نحسموا المباراه ديال كندا في 90 دقيقه، ما لجأناش للاشواط الاضافيه اللي تزيد تعب زياده اكثر اللاعبين ديال المنتخب الوطني. كنظن ان محمد وهبي غيشتغل بواحد الشكل كبير على الضغط العالي، لان الدفاعات ديال المنتخب الفرنسي حتى هي لا تجيد بواحد الشكل كبير اخراج الكره تحت الضغط، كيرتكبوا اخطاء. نحاولوا نخليو ان وسط الميدان ديال المنتخب الفرنسي يبقى بعيد نوعا ما على الهجوم ديال المنتخب الفرنسي. يعني نحاولوا نخليو الهجوم ديال المنتخب الفرنسي يكون في عزله ونكونوا سباقين لكل الكرات، نحرموا المنتخب الفرنسي من الكره. ودعواتكم معنا ان شاء الله في هذه المباراه، لان ان شاء الله اكيد بالنسبه لي بواحد الشكل كبير وكل المغاربه ان هذه المباراه مباراه لقب، لان الا قدرنا نفوزوا على المرشح الاول فغادي يكون كل الابواب مفتوحه امامنا باش اننا نواصلوا المشوار ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. كابتن حسن، هل هذه المباراه او هذا اللقاء نهائي مبكر؟ يعني انا كيف احسبها النهائي مبكر؟ ان هي نهائي مبكر بين فريقين، واحد جاي البطوله وانت تعرف انه هو مرشح فوق العاده للقب، واخر اثبت لك داخل البطوله انه هو مرشح من المرشحين او ربما من التوب 3 اللي موجودين في البطوله. فهذه الشيئين يخلي هذه المباراه يعني مباراه كبيره جدا. بالاضافه الى ان 2022 سيكون لها جانب عاطفي اكثر من اي شيء اخر، تاريخي فقط، لان انا ارى ان المغرب افضل من 2022 وفرنسا ايضا افضل من 22. يعني الان التقييم في هذه المساله لا يجب ارتباطها بالسابق سوى بالجانب العاطفي والجانب الحماسي والجانب التاريخي فقط، لان المنتخبين عملوا ابجريد. لكن انا اشوف هذا المنتخب الفرنسي بهذا النموذج اللي يمتلك كثير من اللاعبين موجودين في كأس العالم كلها، يعني بالنسبه 98 لاعب تقريبا تأسسوا في اكاديمياتهم. انا اخذت بعض النماذج من الاكاديميه الفرنسيه، بالاضافه الى اللي ما حصل لي من انتاج في داخل المغرب، بالاضافه الى ذلك اني انا العب كره قدم حديثه. انا عندي نموذج الفرنسي المعدل، يعني هذا اللي انا ابغى اختبره في المنتخب المغربي. اني انا اجيك مع فرنسا، انت مرشح رقم 1، انا عندي نموذج ممكن نلعب هيد تو هيد نروح مع بعض. لكن قبل هذه المباراه كان عندي شعور ان لا يوجد فريق في كأس العالم، خاصة بعد منتخب هولندا، لا يوجد فريق يستطيع هزيمة المنتخب المغربي بنفس إلا منتخب فرنسا. وهذا مجرد شعور، ممكن في المباراة يحصل شيء ثاني. لكن أحيانا أكشن المباراة، ظروف المباراة، طريقة بداية المباراة، الأحداث اللي تحصل على المباراة
تخرجنا عن التوقعات، تخلي المباراة تذهب في سياق آخر. لذلك هي مباراة متكافئة حتى لو كانت فرنسا مرشحة فوق العادة، لأن المغرب برهنت أنها تستطيع أن تتعامل. مباراة هولندا لو تعيد بس أنت شفتها بإعادة راح تقتنع بأن اللي المنتخب المغربي عنده إمكانيات أنه يسيطر على الجيم بطريقة أنه ممكن يقدر يسيطر على جزئيات كثيرة من مباراة فرنسا والمغرب القادمة. هذه المواجهة المنتظرة بشكل كبير ومرتقبة أيضا. دعونا أيضا في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام نستمع إلى تصريح الكوتش محمد وهبي ولاعبي المنتخب المغربي. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est pas une surprise. On n'est plus une surprise aujourd'hui quand les gens parlent du Maroc. Ils parlent d'un prétendant, ils parlent d'une équipe, d'une grande nation. Et je pense que c'est une grande fierté. En tout cas, moi, c'est une grande fierté de pouvoir entraîner et de représenter mon pays. Mais je pense que ce n'est que les débuts. Ce n'est que les débuts, et j'espère qu'on continuera encore de longues années à faire des parcours pareils. Mais ils s'arrêtent pas là. Et on continue. On veut aller plus loin, on veut pas s'arrêter, on veut y croire. On sait que c'est match après match, mais on va garder la même ambition, le même objectif, avec la même confiance et puis surtout la même humilité, parce que aujourd'hui cette équipe du Canada nous a pas surprise. Je l'ai dit, je pense, à la conférence de presse, pour ceux qui étaient là, je m'attendais au match le plus difficile. Je pense que j'avais raison. Donc je l'avais pas dit, c'était pas de la fausse modestie. Je m'attendais vraiment à ce que cette équipe nous pose des problèmes. Et donc voilà, on sort vainqueur avec 3-0. Oh, je suis fier de tout le monde, je suis fier de tout le groupe. C'est pas que aujourd'hui j'ai marqué ou les derniers matchs qu'on a joués, il y a Barika a marqué. Non, nous on est un groupe ensemble. On veut tous la même chose, on a tous le même objectif. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, que c'est moi qui a marqué ou quelqu'un d'autre, on est tous contents. Et je suis fier de cette génération, je suis fier de ce groupe. Pues sí, muy contento por todo lo que estoy dando, por todo lo que estoy ayudando a los compañeros. Lo más importante es lo que estamos consiguiendo como equipo, porque hoy fue un partido difícil, no fue una primera parte del todo buena de nosotros, pero la mentalidad que hemos tenido ha sido increíble y esto al final marca la diferencia en estos tipos de partidos. Y bueno, Marruecos está ahí, estamos peleando y queremos seguir avanzando, así que ahora celebrar porque es lo que toca, pero hay que preparar el siguiente partido lo antes posible. بعد التصريحات أيضا شاهدنا هذه الأجواء الجميلة اللي تحضر بروح العائلة الواحدة بين اللاعبين والجماهير المغربية، الجمهور اللي له دور كبير بإيصال المغرب إلى هذا الدور وأبعد من ذلك بشكل يعني واضح في مختلف البطولات، والدور الكبير لهذه الجماهير المتواجدة بكثافة في مختلف الملاعب والبطولات. لكن نحن بعد قبل لا ننتقل للحديث عن المواجهة اللي كانت مثيرة كذلك، مواجهة فرنسا وباراغواي، خلنا نتحدث بما أني شفت لقاء عز الدين أوناحي أستاذ علي، خلنا نتحدث عن بعض الأصوات اللي تتكلم بأن يمكن غالبية التشكيلة مواليد أوروبا وخارج المغرب، لكن في الجانب الآخر في عمل كبير في المغرب كذلك لإخراج هذه الأجيال وهؤلاء اللاعبين لتمثيل المنتخب. صحيح، وهذه رواية مردود عليها، لأنه رواية لا تصمد لا قانونيا ولا رياضيا، لا تصمد حتى لا أخلاقيا
ولا حتى إنسانيا. أي شخص يولد لأب وأم مغربيين أو لأب مغربي وأم مغربية، سواء يولد في باريس أو في لندن أو في تورونتو أو حتى على كوكب المريخ، يبقى مغربيا، لأن الجنسية لا تقتصر على إحداثيات الولادة. الجنسية عندها عوامل أخرى، عندها ولاء، عندها انتماء، عندها رغبة في تمثيل الوطن الأم، وعندها اختيار. هؤلاء اللاعبين اللي بنشوف مع المنتخب المغربي لم يجبروا على اللعب للمنتخب المغربي. كنا أمس بكل بساطة ممكن نشوفوا ياسين بونو يلعب لمنتخب كندا. المباراة اللي قبل مباراة هولندا كان بكل بساطة حنشوف، وأكيد كنا حنشوف مزراوي والصباري يلعبان لمنتخب هولندا لو شاء أن يلعبان لمنتخب هولندا. فهذه عملية اختيار. المغرب لن يلام لأن أبناء الجالية بتاعه بيفضلوا يلعبوا للمنتخب المغربي. هناك دول اخرى كذلك المغرب لن يلام اذا كان ابناء دول اخرى يرغبون في اللعب لمنتخبات اوروبيه. رغبة هؤلاء اللاعبين أبناء الجالية المغربية في الخارج للعب المنتخب المغربي، هذا يؤكد بأن المشروع المغربي مشروع ناجح، لأنهم هناك إيمان وهناك اقتناع بأن هذا المشروع ناجح. بدل تمثيل فرنسا وتمثيل هولندا وتمثيل مثلا البرتغال أو إسبانيا، هم اختاروا المغرب، لأنه هذا المشروع مبني على رؤية واضحة، مبني على في بنية تحتية، في حوكمة، وهناك رعاية من أعلى قمة في الهرم في المغرب، رعاية ملكية. فأعتقد بأنه ليس هناك عيب. هادو الناس اللي بيضيعوا الوقت بيحاولوا النيل من هذه الانجازات بتاع المغرب، اعتقد بانه من الافضل هذا الوقت يستخدموه ويستغلوه في تطوير كرة القدم. ليس من العيب التعلم من الآخر. هناك الآن اتحادات إفريقية عندها شراكات مع الجامعة الملكية المغربية للتعلم من هذا النموذج. فأعتقد بأن على الكل الاستفادة من هذا النموذج المغربي، نموذج ناجح، نموذج متكامل ومشروع متكامل، وهذا مش من عيب أن نتعلم. وهذا نتيجة نشوفها أيضا في كأس العالم وفي كأس العالم للشباب، وشفت أمس وكأس العرب للمحليين اللي خذوا البطولة، وشفت رحيمي مع أناحي أصحاب الأهداف الثلاثة، واحد خريج الأكاديمية تاع محمد زلي وأناحي، واحد خريج الرجاء. صحيح. ننتقل للكابتن سفيان العلودي. قبل لا نختم معاك خلينا نروح للمحور القادم، محور مواجهة أيضا منتخب فرنسا وباراغواي. كيف شفت المواجهة اللي في جزئيات كثيرة منها يمكن خرجت من نطاق كرة القدم؟ شفنا الاستفزاز، شفنا الخشونة من لاعبين باراغواي، لكن المنتخب الفرنسي عرف كيف يسيطر خلينا نقول على أعصابه في هذه المواجهة. ايه هنا تكمن الخبره، هنا فين كتكون الخبره ديال المنتخب الفرنسي والقوه ديال المنتخب الفرنسي. فكنظن ان المنتخب الباراغواياني يحاول انه يحرم المنتخب، ما يخليش او ما يتركش المنتخب الفرنسي انه يلعب بالكره كيف ما تيحب، ويكون عنده استحواذ في الكره. فكنظن ان المنتخب الباراغواياني نجح نوعا ما. لولا ضربه جزاء كان ممكن المباراه تزيد طوال حتى الاشواط الاضافيه. كنظن ان المنتخب الباراغواياني بعد المباراه اللي قامها امبارح مع المنتخب الفرنسي، فهو اعطانا نوعا ما فكره من الافكار كيفاش نقدروا نخرجوا المنتخب الفرنسي من المباراه. ما كنعنيش بها الخشونه او اللاعب الغير نظيف، بكثر ما اننا نخليوا المنتخب الفرنسي ما يلعبش الكره اللي كيكون مرتاح فيها، ما يلعبش بنطلعهم بالكره المغربيه، بنطلعهم من المباراه. ما عليك بالكره. هذا اللي اشرت ليه لان اخوي محمود اللي خلاك انك تفوز على المنتخب الهولندي هو حرمان المنتخب الهولندي من الكره. وهذه النوعيه ديال الفرق اللي كتعتمد على الاستحواذ، الا سحبتي منها الاستحواذ فانت ما كتخليش ليها خيار اخر الا العشوائيه، انهم يبداو يلعبوا بعشوائيه، كيبداو يلعبوا بواحد الاسلوب مغاير على الاسلوب ديالهم، وهذا كيكون في مصلحتك. اخي محمود، الى كان ممكن ما غيكونش عندي افضل من قنوات ابو ظبي باش نتكلم في هذا الموضوع هذا، فاللاعبين ديال المنتخب الوطني يوم امس او حتى في هذا كاس العالم، فكاينين مجموعه من اللاعبين اللي هما خريجين البطوله الوطنيه. كنتكلموا على 3 الحراس من بين 4 حراس
منتوج وطني. كنتكلموا على رابح السعدان وكنتكلموا على بالعامري اللي هما مدافعين، زياد النايف اكرد اللي مصاب، فهما خريجين البطوله الوطنيه. كنتكلموا على أناحي ونتكلموا على رحيمي، زياد الايوب الكعبي، فهما لاعبين اللي تكونوا في المغرب. انا واحد من ابناء الجاليه اخي محمود، لاننا ابناء الجاليه كلنا ربينا اولادنا على حب الوطن، على الانتماء الى الوطن. فالكل كيتكلم على اللاعبين اللي تكونوا في اوروبا. فهذا اللاعب قبل ما يتكون في اوروبا شكون اللي كان كيحمل هذا الولد هذا من البيت ديالو باش يديه المراكز التكوين ولا يديه المدارس التكوين؟ فالناس عندها مغالطات اخي محمود. اللاعب باش يلعب في باريس سان جيرمان ولا يلعب في فرق كبرى ولا يلعب في اكاديميات كبرى فلحدود 13 سنه. قبل 13 سنه شكون اللي كان كيوديه، شكون اللي كان كيحملوا باش انه يتوجه لهذه الاكاديميات ويدفع المصاريف ديال هاد اللاعبين الا اباء وامهات مغاربه. انا عندي البنت ديالي في عمرها 8 سنوات اخي محمود، تسولها تقول لها، تطرح عليها السؤال تريدين تحملين المنتخب الفرنسي ولا المنتخب المغربي؟ تقول لك انا مغربيه ونحمل القميص ديال المنتخب المغربي. فهذا حب كنتوارثوه اجيال بعد اجيال، سواء كنا خارج ارض الوطن ولا حتى داخل ارض الوطن. الا شفتي الاحتفالات فانت غادي تلقاها في ربوع العالم. نعم. جميع انحاء العالم غتلقى نفس الاحتفالات، نفس الفرحه، نفس التوهج، نفس الطموح ونفس الاهداف عندنا كلنا كمغاربه. عشق الوطن يا سفيان امر لا يضاهى ولا يساوم عليه باي امر اخر في هذه الدنيا بشكل عام وليس في كرة القدم بشكل خاص. أنا أشكرك أيضا سفيان العلودي على تواجدك معنا في حلقة اليوم، ودائما تواجدك يثري حلقاتنا، وإن شاء الله نستضيفك في الحلقات القادمة والمنتخب المغربي في إنجاز تاريخي آخر والوصول إلى نصف النهائي إن شاء الله للمرة الثانية على التوالي. قبل لا أجيك حسن خلنا نستمع إلى ديدي ديشام